بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. تعالوا النهارده نعمل الايس كريم الجاهز. ايس كريم جميل جدا جدا من غير ما تجيبي كريم شانتيه ولا تحطي له سكر ولا اي حاجه. دي جاهز يا جماعه. العلبه دي ب15 جنيه، ممكن تجيبي علبتين، 3 براحتك انت. انا جايبه الايس كريم بطعم المانجا، لو حابه تجيبي بالشوكولاته او بالفانيليا بيبقى طعمه جميل كمان. انا معايا بسكوت ومعايا كوبايه لبن. زي ما انتم شايفين دي كلها المكونات بتاعت الايس كريم بتاعنا. لو حابه انت ما تحطيش بسكوت براحتك انت، بس انا راح احط بسكوت بيدي طعم جميل جدا. جربيه وانت راح تتبسطي منه. يلا نسموا بسم الله ونصلوا على الرسول ونبداوا في الوصفه بتاعتنا. انا معايا طبق وحطيت كوبايه اللبن. طبعا ده يا جماعه ما يتحطلوش سكر منا فيه. اجيب كيس الايس كريم واحطه. بعد كده اجيب المضرب، وزي ما انتم شايفين كده بقيت اضرب انا بالمضرب. بدأ يدخل معانا ولونه زي لون المانجا كده وطعمه جميل جدا وريحته جميلة. ده ايس كريم النافية يا جماعة ما شاء الله. الناس اللي ما عندهاش كريم شانتيه ومكسلة تجيب مانجا، ممكن يجيب الكيس ده تحط على طول على كوباية لبن وتضربه على طول، يبقى معاها ايس كريم بيبقى طعمه جميل جدا. زي ما انتم شايفين بدأ يدخل معانا جميل جدا. خلاص انا على كده خلصت. اجيب العلب بتاعتي واحط على طول. قوام الايس كريم جميل جدا. خلاص على كده خلصنا الايس كريم بتاعنا وضربناه حلو في المضرب. حضرنا البسكوت وحضرنا العلب. الطريقة سهلة خالص وجميلة، راح تبسطكم بإذن الله. ولو مش متوفر عندك العلب ممكن تجيبي أي حاجة وتحطي فيها الآيس كريم. زي ما انتوا شايفين هجيب الطبق الآيس كريم وأحطه، أفرش بيه العلبة كلها. الطريقة سهلة خالص وجميل، والآيس كريم بتاعنا قوامه جميل جدا وطعمه جميل. ما تحطلوش سكر خالص، هو سكر منا فيه كوباية اللبن وكيس آيس كريم من الأكياس اللي بقولت لك عليها ب15 جنيه. هو ده يا جماعة مقادير أكياس الآيس كريم الجاهز. طبعا أنا حطيت ما شاء الله أول طبقة كده من تحت، وأجيب البسكوت ونروح حاطاه من وسطاني. أرص رصة جميلة كده. زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة خالص وجميلة. والآيس كريم دي يا جماعة بيتباع في المحلات غالي جدا، وأنواع الآيس كريم الأيام دي غليت قوي. نوفره كتير ونعمله في البيت أحسن. طبعا أنا رحت رصيت أول رصة من الآيس كريم، وبعد كده أجيب جبت البسكوت وحطيت، وبعد كده نروح رصة تاني فرشة تاني آيس كريم من فوق. نفس الطريقة دي زي ما انتم شايفين. طبعا أسويها سواية جميلة جدا. وأنا خلاص على كده خلصت أول علبة، وأجيب العلبة التانية وأعملها نفس الطريقة. البسكوت بيدي طعم جميل جدا في الآيس كريم ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة خالص وجميلة وراح تعجبكم بإذن الله. خلصت العلبة زي ما انتم شايفين، هجيب العلبة التانية وأحطها. بس الفرق أنا كسرت البسكوت عشان يبقى مفتفت كده. أفرش العلبة كلها بسكوت نفس الطريقة. بعد كده أجيب الآيس كريم وأحطه من فوق. علبة آيس كريم راح تعمل لك ما شاء الله ممكن علبتين من العلب اللي معايا. وأجي من وسطاني وأرش بسكوت زي ما انتم شايفين. الطريقة سهلة خالص وجميلة وراح تعجبكم لو جربتيها. أجيب الآيس كريم وأروح حاطاه من فوق بعد ما أرش رشة جميلة كده، وأشبعها بسكوت، ونروح مغطياها آيس كريم من فوق آخر طبق ديت وخلاص. زي ما انتم شايفين معايا شوية بسكوت ونروح نرشهم من فوق، ويبقى الآيس كريم بتاعنا على كده خلص. بتحطيه في الفريزر ليلة بحالها عشان يجمد معاك ويبقى حلو. وطبعا مغرم الأطفال العلب الصغيرة دي بتاعت الآيس كريم لازم نعبوها لهم كده عشان يمسكوا الآيس كريماية، يحبوا كده يقعدوا يمصوا فيها. زي ما انتم شايفين أنا عبيت العلبة الصغيرة بتاعت الآيس كريم ديت ما شاء الله. أغطيها بالعلب بتاعتها بالغطيان بتاعتها. جميلة جدا العلب دي يا جماعة. زي ما قلت لك ممكن تجيبي علبتين من الآيس كريم، تجيبي واحدة براحتك انت في الكمية.
واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صباح الخير عليكم. بعد الفطار على طول والعيال مسكت فيه وقالوا ده الايس كريم جمد يا ماما، يلا طلعي لنا. زي ما انتم شايفين مشبر كده وجميل ما شاء الله عليه بجد. تعالوا أنا اوريكم العلب الجميله، ده حته ما صبروش، ولقيت واحده من عيالي طلعت كده وكلت بألف هنا وشفا. خدت لها معلقه وقالت لها، قالت لي الايس كريم جميل جدا ما شاء الله عليه بجد، سهل جدا ورخيص، وكمية عملناها ما شاء الله عليها جميلة جدا. وأحلى صيف مع الآيس كريم اللي بنعمله في البيت بالكريمة أو آيس كريم جاهز، أي نوع تعمليه. زي ما انتم شايفين قوامه جميل جدا وماسك معانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بألف هنا وشفا على بياكل منه. مرمل معانا وكريمي وطعمه جميل جدا. يمكن الكاميرا بجد ظلماه، بس لونه جميل جدا جدا، ما تفرقوهوش من الايس كريم بتاع بره، واحلى من بتاع بره. حاجه مضمونه عاملينها في بيتنا، وبركه كتير على اللي بنشتروه من بره يا جماعه بجد. تعالوا اقطع الايس كريم بالبسكوت واوريكم الطعم والشكل ما شاء الله عليه بجد. تطلعي كده بالعلبه وتاكلي بألف هنا وشفا. دي العلبه ديت اللي محشيها بسكوت بس من وسطاني، جميل جدا. طريقه سهله خالص وجميله وان شاء الله راح تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده القوام جميل جدا وماسكة نفسها وجميلة وتحفة. البسكوت من وسطاني، طعمه جميل خالص يا جماعة بجد، وكريمي معانا وجميل وطعمه جميل جدا. وتفرقي لعيالك بالطريقة الجميلة دي، جميل جدا بجد. الايس كريم بالبسكوت جربيه وانت راح تتبسطي منه. ويا رب يكون عجبتكم الوصفة بتاعتنا وعجبتكم طريقة الايس كريم بالبسكوت. وما تنسناش في اللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودي العلب الجميلة، قبل ما تفكيها انتي وتطلعيها من العلب بتحطيها تحت الحنفية لمدة يعني أقل من دقيقة عشان تفك معاكي، ماسكة نفسها وجميلة وطعمها جميل جدا. يعني الآيس كريم بتاع العلب بيحبوه الأطفال كتير قوي، بيمسكوها كده ويقعدوا يلحسوا فيها، بتبقى طعمها جميل. زي ما انتوا شايفين علبة الآيس كريم جميلة جدا دي، ممكن تحطي فيها أنواع الآيس كريم. يا رب يكون عجبتكم طريقة الآيس كريم بالبسكوت وعجبكم الوصفة بتاعتنا، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.